يا صباح الخير عليكم. وصفتنا اليوم هنعمل سينابون المستعجلين. بس قبل ما نبدأ وصفة اليوم، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ويلا مقادير: كوباية ماء دافية ومعلقتين سكر. هننزل عليها بباكت خميرة بما يعادل معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهنقلبها تقليبة كويسة وما يكونش المية سخنة قوي عشان ما تموتش معاكي تفاعل الخميرة. هركنها على جنب وانزل بباقي المقادير: نص كوب من حليب البودرة، ربع كوب زيت، رشة ملح، معلقة كبيرة من الخل. هقلبهم تقليبة كويسة وانزل بالخميرة واقلبها يندمجوا مع بعض. وهحتاج بقى 4 كوبايات من الدقيق. هنزل بكوباية وانخلها عشان اتأكد مفيش فيها اي حاجة، وانزل بالكوب التاني وانخله، وانزل بالكوب التالت، وكده معانا اخر كوب، يعني احتاجنا 4 كوبايات. هلمها بسباتولا كده العجينة بس تشرب السوائل. اتعامل بقى معاها بايدي اعجنها، والعجينة دي لازم تكون عجينة طرية ما تكونش ناشفة معاك. كده العجينة زي الفل معايا، اللهم بارك. هسيبها بقى تخمر من نص ساعة لساعة حسب الجو عندك. وتعالي بقى نعمل الحشوة: 3 معالق من السكر، معلقتين من القرفة البودرة، واقلبهم تقليبة حلوة واسيبهم على جنب. تمام كده. رجعنا للعجينة بقى. العجينة اللهم بارك زي الفل. هنقلها بقى على سبانشة، رشة زيت عشان تبقى سهلة الحركة معاكي، واحاول اقسمها بقى كده، اعملها رول واقسمها النصين. هنبدأ النص التاني هنعمله رول برضو كده، وهتقطعيه بقى القطع صغيرة قد الليمونة كده واكبر منها حسب راحتك انتي بقى. نقطع قطع صغيرة كده، هنلفها. بعد ما تخلصي بقى القطع دي كلها تقطيع، طريقة سهلة للسينابون، ولا لفينا ولا اي حاجة. ومنها قلب على خلية نحل، يعني منها سينابون على خلية نحل، حاجة جميلة كده. صينية بقى معايا، هنزل بدهنة زيت كده او اي مادة دهنية، وهبدأ بقى في حشو قطع الكور اللي معايا ديت معلقة صغيرة. وحاولي تقفلي عليها كويس كده علشان هي لسه هنسيبها ربع ساعة تخمر عشان ما تنزلش الحشو اللي فيها. ايوه كده، حاولي تتحكمي فيها كده وتقفليها عشان الحشو ما يقعش اثناء التسوية. هتكرري بقى كده لغاية ما تخلصي كل القطع اللي معاكي ديت. لو وصلتوا هنا صلوا على النبي يا حبيبي. بعد ما ارتاحت ربع ساعة بقى، حليب، وهنزل كده ادهن الوش، بس ما تكتريش حليب لان الحليب زي ما احنا عارفين بينشف عندنا المخبوزات او اي معجنات عندنا. لما بنزود الحليب على الوش بينشفه، بس احنا بس الغرض منها ان هي تدي لون في الفرن بس. هنزل بنص كوب من حليب البودرة ونص كوب حليب سايب،
وعندنا نص كوباية سكر مطحون، و3 معالق كريم جانتيه اللي هي بودرة الخفق، وذرة من الفانيليا. وبالويسك كده واقلبهم تقليبة حلوة، اضربهم. عايزاه سايب شوية، لا هو متماسك قوي ولا هو سايب قوي، علشان هنسقي بيه السينابون بتاعنا. بعد ما طلعت من الفرن، دخلت الفرن على 180 درجة لمدة 45 دقيقة. انت استنى عليها شوية لما تبرد. انا دايما مستربعة كده وسقيتها على طول بالصوص قبل ما تبرد. بجد الصوص ده طعمه رهيب. وكان عنده برضو لوح شوكولاتة، خدت منه مكعبين كده وسيحتهم عشان يكسروا اللون معايا. قد ايه تحفة، والولاد حبوها جدا. ولو انتي ما بتحبيش القرفة في المعجنات وفي الحشو، ممكن تبدلي القرفة بكاكاو بودرة، بس يكون نوع كويس ويكون كاكاو محلى. شوفي قد ايه هشة، تحفة، اللهم بارك، جميلة. والطعم ما اقولكيش والله. يا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم. اتمنى تجربوا الوصفة وتقولولي في تعليقاتكم. وبألف هنا على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.